السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجة بنعملها. اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناة. الجو مش حر بس زهق. انا لسه طالعه من السوق يا حبايبي. جبت حبة طلبات. شفتوا جايبه حبة حاجات قد ايه. هو ده تسويقي. مش ماليش نفسي اشتري اي خضار. الخضار كله غالي قوي وبجيبه وجو حر وبيبوظ في التلاجة. الخيار غالي قوي. الخيار بقى ب 18 جنيه. حزمة الخضرة دي. بالنسبة اللي بسمعه بيقولوا مفيش ومش لا، السوق مليان خضرة بس الحزمة دي ب2 جنيه. جبت التلاتة دول ب6 جنيه. يعني الحاجة غالية وفي نفس الوقت الواحد ملوش نفس يشتري. الفراخ اللي هي البلد اترفعت بس البيضة نزلت والبانيه نزل 10 جنيه. فانا جبت النهارده من السوق حبه مشتريات بسيط كده. هو النهارده هنعمل اكله بسيطه. انا هعمل حبه ملوخيه وبتنجان مشوي وهعمل فرخه. حتى مش هنعمل رز. عندي عيش طازه كده وفي الفريزر هطلعه وهدمس فول. آه هندمس فول للفطار. وطبعا كنت عاوزه اجيب جبنه قريش. لقيت الجبنه القريش ب70 جنيه وملموم عليها دبان والولايه حتى مش مغطيه خالص البياعه. مرضتش يعني ما قرفت. هنزل كمان شويه هروح اجيب جبنه قريش من حته يعني انا واثقه فيها. الفلفل ب14. جبت ب5 جنيه. يعني ازيد من الربع. البتنجان كيلو ونص ب10. جبت كيلو ونص ب10. والخضره دول ب6 جنيه. الطماطم هي ب10. جبت كيلو. انا عندي في التلاجة بتاع نص كيلو يعني قلت اجيب كيلو كفايه. والخيار ب18. حط لي ب20 جنيه مش عارفه كيلو بحاجه يعني. الملوخيه ب10. جبت نص كيلو. الفراخ البلدي جبت الديك البلدي ده ب195. 115 الكيلو ده كيلو ونص وحاجه. البانيه ب140. جبت كيلو ونص ونص. هتبله وعينه في الفريزر يعني دون بتبله كده احتياطي. وبرده اللي خلاني يعني نزلت النهارده عشان السوق بتاعتي اتقطعت. فنزلت جبت لها تلبيسه. التلبيسه دي لو انها خفيفه عن اللي انا حطاها. جبت التلبيسه دي ب70 جنيه. كانت بتقولي ب75 لشنطه السوق. القديمه اهي. بصي القديمه شكلها بقى عامل ازاي. اتخرمت من كل حته. بصوا يعني ممكن توقع لي الخضار. ومن هنا دابت. انا جبت اخرها خالص يعني. بص منظرها عامل ازاي. دابت خالص. فدي هرميها بقى في الزباله. بس اتقل من اللي انا جايباها طبعا بمراحل يعني خامتها يعني دي مش هتقعد معايا. تهيألي ما تقعدش معايا كام تسويقه يعني كده. يلا بقى كل حاجه ليها عمرها. فدول حبه المشتريات البساط. حبه المشتريات دول صارفه فوق ال500 جنيه. ولا جبت جبنه ولا جبت بيض ولا جبت اي حاجه. هو كل اللي جبت نص كيلو فول وكيسين بيكنج باودر من عند العلاف. فصرفت 500 جنيه في ايه مش عارفه. يعني مش عارفه صرفت 500 جنيه في ايه. ولا جبت فاكهه. يعني انا عندي كمثرى وجوافه في التلاجة. كنت جايباهم في يوم بس ما صورتش. فطبعا معرفش الناس تعمل ايه. فانا النهارده هعمل ملوخيه مع الديك الباد اللي انا جايباه دون. انا ما عنديش ولادي النهارده فانا بقضيها. انا بحب اغمس عموما الملوخيه بالعيش. ما بحبش اكل جنبها رز. بس ممكن اعمل لهم هم بقى ايه ربع كيلو رز كده هون على قد بنتي وجوزي لان هم اللي موجودين عندي النهارده. وبكره بواقي الاكل اللي هيفيد هعمل مثلا جنبيه بطاطسين مهروسين كده. يعني لازم اقضي يومين بالاكل ده. وممكن ادمس فول وممكن ما ادمسش. يعني انا جبته خلاص احتياطي. لان انا زهقانه. لما بكون زهقانه ما بحبش اعمل حاجات كتير. فايه هكمل لكم الفيديو ده ولا اما هندمس فول يا اما هصور لكم الملوخيه. فاشوف انا بقى انا ونفسيتي يعني. فانا النهارده حبه الفيديو ده حبه المشاط وبقول لكم الاسعار غليت برضو في شبرا زي ما غليت في كل حته. اسعار شبرا بقت اسعار سياحيه. اسعار شبرا بقت اسعار عامله زي مدينه نصر والتجمع والحاجات دي. فالحاجات غليت في كل مكان. ارحمونا يرحمكم ربنا. سكان شبرا مش قد الغلا. يعني ربنا يسترها معاهم كلهم. ربنا يرزق كل واحد.
حابه هرجع لكم. انا مش بديكم طاقه سلبيه، لا، تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. الحاجه هترخص قريب جدا، الحاجه هترخص ويومين ويعدوا. في اليومين دول نقضيها اي حاجه. انا امبارح كنت عامله عدس وصورته لكم وكان طعمه جميل وكلنا وشبعنا فيعني يوم نقضيها ب10 جنيه ويوم نقضيها ب200 جنيه. يعني اديك دون نص كيلو ملوخيه ب5 جنيه واديك ب195. فاكله ب200 جنيه هنقضي بيها يومين برضو. فبس لو عندي لاولادي طبعا كنت هجيب ديكين، كنت هجيب كيلو ملوخيه، كنت هعمل كيلو رز، فكانت الاكله هتكلف لي بتاع فوق ال 600 جنيه. فطبعا الاسره الكبيره برضو بتكلف عن لما تكون اسره صغيره. حابه هرجع لكم تاني هقول لكم بقى ايه هنعمل اكل. انا اعمل لكم حبه الملوخيه وبتنجان مشوي ولا ندمس الفول. انا اعمل لكم حاجه واحده بس في الفيديو دوت، فانا هشوف هعمل ايه وهرجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي خلاص شلت اللي هشيله، هغسل اللي هغسله. اول حاجه عملتها ايه؟ مش انا قلت لكم انا مش قادره اعمل اي حاجه بس برضه بالغصب عني بعمل. ميه بخل، نحط في الخيار والطماطم عشان الطماطم دي ايه جامده. انا جايباها جامده عشان السلطه، ما احنا هنقضيها سلطه اليومين دول عشان خاطر ايه برضه احنا مش عاوزين نشويات كتير. يعني تشيلي منها كده. انا شطفتها الاول بميه ونزلت منها اي ترابه وبعد كده بقى نقعتها في ميه بخل. ودول قرنين فلفل كده الراجل اداهم لي فوق البيعه. يعني انا بقول له عاوزه قرن، راح قال لي يعني الراجل ذوق جدا. لو اني عندي فلفل في الفريزر بس انا عاوزه اشوي البتنجان واحط له فلفل في الفريش. والخضره برضو نقعها بميه بخل بعد ما غسلتها برضو اهي ونقيتها وبقت زي الفل. يتنقعوا بتاع 5 أو 10 دقايق في الخل. الفول نقعته بيتنقع مثلا ممكن يجي 6 ساعات. يعني احنا هنعمل دلوقتي اعمل الغدا، مش هبقى ادمسه على بالليل ناكل منه بكره تاني يوم، يعني تاني يوم الصبح. هنقعه بتاع يجي من 4 ل6 ساعات، ولو تنقعيه 12 ساعه يكون احسن. الفرخه حطيت عليها بعد ما غسلتها برضو ونضفتها، حطيت عليها ملح وليمون واحط عليها نقطه جنزبيل وقرفه من جواها كده. ودون بقى تتبيله البانيه. انا غسلت البانيه برضو بالملح وبالليمون واهو تقطيعه البانيه هون. يعني هو الراجل مقطعه لي. انا ساعات لما اكون عاوزه بقى اخد شاورما اروح مقطعه الحروف منه دي، يعني اخدها شاورما وتبقى الحته شكلها سليم. فانا هعمل كده فيها دلوقتي بس بعد ما اتبلها. يعني لما تكوني عاوزه تاخدي من كيلو البانيه بتاع ايه هتعملي صينيه رقاق مثلا، الحته زي ما هي هتسيبيها عشان ما تقليش في الكميه. بس هتسويها، هتاخدي حته زي كده هون. هتقعدي بقى ايه تقطعي من كل حته في طراطيف طراطيف وتسويها. يعني الحته هتصغر سنه وهتطلعي برضو حاجه تعملي بيها شاورما. تعملي حبه مكرونه وتحطيها على الوش كده شاورما، او صينيه رقاق، او صينيه مكرونه بشاميل. صينيه صغيره طبعا مش صينيه كبيره يعني تكفي عيله. اما دون بقى ايه تتبيله البانيه الاصليه بتاعتي اللي انا معتمداها. طماطميه مبشوره، بصلايه مبشوره، ده الكيلو. يعني بصلايه حلوه متوسطه وطماطميه صغيره، معلقه فلفل اسمر، معلقه 7 بهارات، ربع معلقه كمون، كزبره، وطبعا هنرش عليها ملح وهنعصر ليمونه اهي. نطلع البذره اهي بس كده. دي تتبيله البانيه بتاعتي. في ناس بيحطوا لها بقى ايه، استنى اجيب البذريه ايه اهي في ناس بيحطوا لها زبادي عادي، مش عاوز تحطي زبادي حطي، بس كوبايه الزبادي بيبقى ب6 جنيه. احنا يعني هو بيبقى حلو بالليمون. وممكن في ناس بيحطوا دبس رمان، في ناس بيحطوا الليمون ميزز زي دبس الرمان. الحاجه غاليه يا جماعه. الليمون بيأدي الغرض. دبس الرمان ولا دبس رمان ولا ياسوس، الحاجات دي بتاعت الشيفات بقى الكبار. احنا ستات بيوت عاوزين ندبر نفسنا ونمشي نفسنا باللي موجود. هي ليمونيه وخلاص والله، وبيبقى طعمه كامل. واللي بياكل البانيه عندي بيقول طعمه تحفه. تتبيله اهي 7 بهارات فيها البهارات كلها. وهنروح حاطين كده البانيه فيها ونقعده مثلا ايه. وانا هعينه في الفريزر البانيه ده متبل، يعني انا هعينه في الفريزر متبل كده. هعين كل نص كيلو في كيس. ابقى محتاسه على الاكل اطلعه متبل. وبعد كده انا بصوا انا هفرطه وهتبله كله وهرجع لكم اوريكم هعمل ايه الخطوه الجايه هعمل فيه ايه. بصوا دلوقتي يا حبايبي تبلت البانيه خلاص وجزأته كل نص كيس اهون.
طلع لي ما شاء الله كل كيس 11 حته. يعني انا وهتشوفوا منظر هي يعني في حتتين صغنطين بس في ال 11 حته. وجبت البيضه اهون بيضتين، كل نص كيلو عليه بيضايه، وحطيت الفلفل الاسمر، وانا حاطه ملح طبعا في التتبيله. وطلعت طبعا من كيلو البانيه حبه الشاورما دول الفتافيت اللي بتبقى يعني في كل حته فتفوته كده مدلدله ولا حاجه. دول حلوين اهو. انا هحطهم برده في كيس واحطهم في الفريزر. ممكن في يوم تقومي تعمليهم بفلفل الوان وبصلايه كده وتعملي حبه مكرونه وعلى الوش كده. ممكن تعملي بيهم صينيه مكرونه بالبشاميل وكتري البصل وكتري الفلفل. هنحط دلوقتي اهو. هتشوفوني وانا بعد اخد ده ولا ده، الاتنين زي بعضهم. بصوا يعني دي حته صغيره، دي حته صغيره، دي بس هي الحته الصغيره. هنحط ادي واحد يعني عامله زي الاستريبس كده. انتوا هتشوفوا دلوقتي قدامي الحته شكلها عامل ازاي. ادي اتنين. بصوا الحته اهي ما شاء الله حلوه اهي. ادي اتنين. دي برضو حته صغيره. ادي تلاته. ندخل بقى في الكبير كله. ادي اربعه اهو. بصوا حته قد ايه. ادي خمسه. بصوا الحته قد ايه وتقيله وتخينه. ادي سته. ودي برضو بص قد ايه. بصوا انتوا مش شايفين حجمها قد ايه. ادي سبعه. بصوا قد ايه ما شاء الله. بصوا ادي تمانية. ادي تسعة. ادي عشرة. معلش يا حبايبي البتاع قطع. كده احنا قلنا 10 وكده 11. يعني انا بقول لكم وفي اتنين صغيرين انا عديتهم في ال11 يعني ايه اكنهم حته يعني 10 حتت. وطبعا هنحط حبه صوص من وهحط عليه نص البيض. وبالشكل التاني الكيس برضو التاني هعمل فيه وهحط برضو عليه ان هنحط عليه البيض اهو. نص البيض كده. وهنعينه بقى في الفريزر على القلي على طول. ينفع محتاس على اكل كده هو انت تطلعيه تعمليه. ينفع تاخديه معاكي في مصايف. يعني دي انواع برضو حاجات تاخديها معاكي المصيف وتكون جاهز وتاخدي معاكي البقسماط. وانا هجيب لكم ازاي تعملي البقسماط المقرمش من عند العلاف عشان الكيس بتاع البقسماط الجاهز ده بقى غالي جدا. المره الجايه هجيب لكم وهنتبل مع بعض بانيه تاني. وهعمل لكم البقسماط ازاي بعمله في البيت المقرمش الجميل بالتوابل التحفه تحفه. وطبعا دي تتبيله البانيه يا حبايبي. وازاي تعمليه في الفريزر متبل جاهز وبيطلع تحفه تحفه. تطلعيه على القلي على طول. يعني تحطيه في البقسماط بس وتقلي. في ناس بيحطوه في البقسماط ويحطوه في الفريزر. ما اعرفش انا بحبه. لا انا بحب الطريقه دي. وهندمس بقى مع بعض الفول. وهعمل النهارده الغدا ملوخيه وفراخ ويعني كده هو يعني. فده بقى ده كان الفيديو النهارده. انا هوريكم تدميس الفول ازاي وهنهي معاكم الفيديو. حابه هرجع لكم تاني وانا بدمس الفول. على ايه على المغرب مثلا كده. فدلوقتي ايه هروح بقى اقطع في الملوخيه واصلي والله انا لسه ما فطرتش. وهعين الحاجات دي في الفريزر. وطبعا من كيلو بانيه عملنا اكله تكفينا يومين واكله تكفينا يومين واكله تكفينا يوم. حبه مكرونه وشاورما يعني دول اقل من ربع كيلو يعني. والنص كيلو بانيه اهو. بصوا ما شاء الله 10 حتت. يعني بصوا ما شاء الله. هي برضو يعني بصوا الحته قد ايه. انا هوريكم الحته قد ايه كبيره. هي بس حته او حتتين رفيعين. بصوا الحته قد ايه. يعني ما شاء الله الحته تكفي واحد يعني. بس احنا ايه والله يبقى اعملي الكيس. بصوا الحته كبيره ازاي ما شاء الله. ده نص كيلو بانيه. فهعينه بقى في الكيس وهرجع لكم حبه وهرجع لكم تاني ونعمل بقى تدميس الفول. كده يا حبايبي الفول بعد ما انا بتاع 4 أو 5 ساعات هنحطه على النار. بعدها بساعه هنروح حاطين عليه عدس فول مسشوش قمح. يعني من كل حاجه معلقه كبيره معلقه كبيره. رز 4 حاجات اهو. في ناس بتبشر جزر. وقبل ما ينزل بساعه هو بيقعد من 3 ل 3 ساعات ونص. من قبل ما ينزل بساعه كده نعصر ليمونتين ونحط العصير الليمون. احطه بقى على النار واوريكم شكله بعد ما يستوي. دلوقتي يا حبايبي خلاص حطينا الفول على النار اهو. لسه ما غليش بس انا حبيت اقول لكم حاجه. كده حطينا الفول على النار. لو انت عندك طبق سلستين بيغوط كده في قلب القدره عشان خاطر كل ما ينقص ميه نزود ميه يعني نتابع كده. اول ما الفول ما يغلي يقعد 5 دقايق يغلي هنوطي النار سهاري زي ما تكوني بتوطي على الرز. وبعد ما يشرب الميه كل شويه نزوده. وبعد ساعه هنحطه العدس والقمح والفول المدشوش. ما عندكيش اي حاجه من الثلاثه حطي عدس بس.
العدس بيديله اللون الكهرمان دون. عاوزه تحطي معلقه بقى بابريكا، معلقه كركم، اللي انت عاوزاه يعني، كله بيبقى فيه قيمه غذائيه. بس انا بحب اعمله كده، وساعات بحط له كركم او يعني ساعات، بس احنا بنحب اللون الطبيعي للفول. فدلوقتي ايه بعد ساعه هنحط بقى ايه العدس والحاجات اللي انا مجهزاها، 4 حاجات: عدس ورز وقمح وفول مدشوش. ما عندكيش حل الحاجات دي مفيش اي مشكله، بس احط عدس اصفر بس. هنروح مغطيين كده هون بغطا القدره، ولما اول ما يغلي هنوطي عليه النار سهاش. ماشي. طب انا ما عنديش طبق سلستين، هو لازم بقى احط كده هون. لو ما عندكيش طبق سلستين هنشيله خالص، هنغطي بغطا القدره عادي، ونخلي البراد في ميه سخنه جنبنا، كل يعني ميه بتغلي كل ما بس ما نزودوش ميه ساقعه، عشان لو زودنا ميه ساقعه هيجرمز وهيبقى ايه مش مستوي. ودلوقتي تعالوا نوريكم بقى الغدا بتاعي. انا عملت الملوخيه الخضراء جميله اهي، وسلقه الفراخ انا جوزي بياكلها مسلوقه عشان معدته، وعامله شوربه لسان العصفور. هو ده الغدا بتاعي النهارده. وبنتي اتغدت خلاص، بس بنتي بتحمر الفراخ. فطبعا ايه بعد الفول ما يتدمس ان شاء الله هوريه لكم منظره عامل ازاي. دلوقتي يا حبايبي خلاص جينا بقى لنهايه الفيديو، خلاص قفلت على الفول قعد بتاع 3 ساعات ونص. بص ما شاء الله اللون بتاعه عامل ازاي، ما شاء الله. بص النص كيلو فول ملالي القدره. انا هوريكم، بصوا ما شاء الله، بصوا الفول شكله عامل ازاي. بصوا من القعر كله مع كله، ولا لا حاجه لازقه ولا اي حاجه. وهفضيه لكم دلوقتي حبه في الطبق. بص شكله عامل ازاي، ولا حطيت عليه لون. وبصوا القمح عمل بليله، كان الله يرحمه حمايه كان بيحبه الفول ابو بليله دون. انا حاطه معلقه يعني مش بليله يعني. بصوا ما شاء الله الفوله بفولتها وعامله زي الزبده. هجيب ثانيه واحده، هجيب معلقه. رحت جبت معلقه يا حبايبي. بصوا ما شاء الله، هو عشان سخن قوي. انا عاوزه ابين لكم. بصوا بيتهري خالص يعني زي الزبده ما شاء الله. وده تدميس الفول يا حبايبي نفس الطريقه، وقعد 4 ساعات على النار او 4 ساعات الا ربع كده هون. فدي طريقه تدميس الفول بتاعي يا حبايبي. وده بقى كان نهايه الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ده كان يومي مع ايه الغدا والفطار والخضروات، واشتريت ايه وعملت ايه وكلت الملوخيه والقولون عندي تعبني. وطبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعمل بقى طبق فول بزيت وليمون كده. احنا طبعا دلوقتي الساعه ايه، الساعه بالليل يعني. اعمل واجهزه في التلاجة عشان بنتي لما تصحى بتفطر منه يبقى جاهز بالزيت والليمون وكل حاجه. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.